يا صباح الفل عليكم. تعالوا معايا ألفلفكم كده في مدينة كوفنتري في بريطانيا في انجلترا. معلش سامحوني، أنا زوري تعبني فهنكحكح كتير في الفيديو. حرام عليكم، انتوا بتعملوا فيها كده هون ليه؟ كفاية ظلم. لقيت هنا المدينة مستعدة للكريسماس. هنا بقى الكريسماس بيجي في شهر ديسمبر، خلاص احنا على مشارف الكريسماس تقريبا اسبوعين. وكل مدينة يعني مش بس كوفنتري، في برمنجهام ولندن، كل المدن في بريطانيا بتعمل كده اكشاك. هم قالوا الاكشاك دي تعود للالمان، يعني اكشاك بيبيعوا حاجات جيرمن المانية، فهم بيعملوها كل سنة في الكريسماس وبيبيعوا فيها كل الحلويات والمكسرات. شايفين دي فواكه متغطية بالشوكولاتة البيضاء والسوداء، ودي جميع انواع المكسرات لكن عليها نكهات جميلة جدا جدا. انا جربت منها اللوز، كان حلو جدا، اللوز بالكراميل. شايفين كمان وبيبيعوا صحيح بيبيعوا برجر وبيبيعوا سوسج وبيبيعوا حاجات كتير، لكن للاسف الحلال مش موجود. ممكن حلويات شايفين الكوكيز، انا معرفش ليه هو فكرني بحلويات المولد. ما علينا، عندي حنين للوطن. هنا الكوكيزية الواحدة ب3 جنيه استرليني، 3 باوند بس، يعني كبيرة حلوة يعني. وعجبتني جدا جدا الشالية بتاعت النار دي، فكرتني برضو بمصر صراحة ايام الشتاء بجد، والجو بقى برد فكانت مديه دفع حلو جدا جدا. بصراحه انا عجبني الاجواء، انا بحب الاجواء يعني بغض النظر عن موضوع الكريسماس والاحتفالات وكده، لكن البلد بتهتم باعيادها بجد، ودي حاجه حلوه جدا. انا ما اعرفش ليه في بلادنا يعني في العيد يعني ما فيش الحكومه نفسها ما بتهتمش كده وتحط يعني زينه وانوار وحاجات زي ما هنا البلد بتعمل اهي. ليه احنا ما بنعملش كده في اعيادنا؟ فشايفين بقى للاسف ده كله مش حلال، ده كله خنزير غالبا. كمان لو كان في خضار كنت جبت، بس للاسف ما فيش. بس كان شكله مغري وعجبني جدا جدا. تقريبا السندوتش كان ب7 باوند، هو شويه غالي بس حلو يعني الا الناس اللي بتاكل خنزير. عايزه اقول لكم المدينه دمها كان خفيف جدا جدا. ودي اهي تعتبر كوفنتري اي زي لندن اي، اكيد انتوا عارفين او سمعتوا عنها. حلوة جدا. اللفة تقريبا بتاخد لها 3 ساعة، بتاعت لندن كبيرة جدا فلما ركبتها اخدت اكتر من نص ساعة. انا عايزة اتنفس والله بجد، زوري وجعني، انا بوقف كل شوية اكح وارجع لكم. المهم الناس هنا يعني منبهرة وبتتبسط جدا جدا بأجواء الكريسماس، وأنا والله كنت مبسوطة معاهم. وساعات يعني بحس جوايا كده يعني إيه بغيرة، يعني يا بختكوا ليه إحنا في بلادنا مش بنهتم بأعيادنا؟ والله إحنا ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا جدا يعني تخلي الأولاد يستنوا العيد من السنة للسنة بجد، المفروض يعني. بس ما علينا بقى، خلينا أنا في كوفنتري. المهم كل الأكشاك دي بكل كشك يعني مميز بشيء بيبيعه مع اوراق بقى الخريف. شايفين الشكل والجمال بجد، يعني انا كنت مبسوطه وانا ماشيه منشكحه. شايفين باين عليا بستهبل، ما علينا. مدينة كوفنتري على الرغم ان هي مدينة مش كبيرة قوي، لكن ربع سكانها من اصول افريقية واسيوية، لكم ان تتخيلوا. وفيها جاليات مسلمة كبيرة جدا جدا. يعني انا عارفة ان في برمنجهام اكبر ولندن ومانشستر اكبر، لكن استيل لان كوفنتري اصغر منهم فتعتبر الجاليات المسلمة متواجدة يعني. وشايفين انا بجد البتاعة دي كانت جميلة، بس انا عشان ركبت بتاعت لندن الاكبر منها فما اهتمتش صراحة. وهنا بقى الاجواء والاكشاك بتاعتهم بجد ممتعه جدا جدا، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. يا جماعه نسيت والله من التعب اللي فيا. اللي وصل للنقطه دي رجاء تنزل حالا تشترك لو ما اشتركتش، ولايك وشير. معلومات عن بريطانيا، احنا مالنا ببريطانيا، بس ساعات الواحد بيحب يعرف ثقافات البلد التانية عادي يعني. انا بتفرج على ناس عايشة في امريكا، ناس عايشة في الهند، ناس عايشة في الصين. يعني مش عشان انا هروح الصين لا، بس يعني ثقافات مختلفة. انا عجباني بصراحة، كل شوية اعدي عليها واصورها لكم. هنا بقى حبيت اعمل لكم شوية حركات كده، عايشة الدور. ما علينا، في اوقات كده الواحد بينسى نفسه بصراحة، وبيكون عاوز يعني يرجع لأيام الطفولة. بجد الواحد يعني حبوا الحياة وعيشوا الحياة بالشكل اللي يرضيكم واللي يرضيكم يعني، وطز في أي حاجة تانية يعني. بجد يعني اللي يقول ايه الهبلة دي بتجري واقفة تحت المية وانت مالك يعني، مش فاهمة.
المهم ان انا عجبتني جدا جدا شلالات المية دي، وتحتيها اضاءة بتدي بالليل انوار جميلة جدا. بجد انا كان عاجبني الاجواء كلها. لدرجة ان هنا انا فكرت يعني ايه انط واتهبل، بس يعني ايه لحقت نفسي الحمد لله على اخر لحظة. بجد المدينة اجواءها لطيفة جدا جدا ومحندقة كده، وفي نفس الوقت فيها كل شيء، حتى اهي العاب بالكهرباء للاطفال، يعني لو معاك ابنك مرزل عليكي ولا حاجة وارميه في اي عربية من دول. طبعا في البلد دي بتلاقي كل واحد ماشي في حاله، محدش ليه علاقة بحد، ولا حد بيبص على حد، ولا حد بيسمع حد كده. انت مع نفسك ماشي، معاك جنبك واحد بوس ايدك وش وظهر قول الحمد لله، غير كده هتحس ان انت ماشي وحيد. انا هنا لقيت مكتبة في المدينة عجبتني جدا جدا الكتب اللي فيها. انا بصراحة بحب الخانة بتاعت الاكل، بحب اشوف كده الكتب والوصفات اللي هي العالمية بقى، تشاينيز ايطالي. بحب جدا جدا موضوع الاكل، انا يعني بعرف اطبخ على فكرة. بفكر افتح قناة طبخ، ايه رأيكم؟ تعالى اعمل لي شاي. ما هو في ايدك اهو يا معلم اهو. ومن مميزات البلد دي والمدن التانية برضو في بريطانيا الزبالة. بجد شايفين هنا بيهتموا جدا بموضوع النظافة، في كل يعني مترين 3 بتلاقي صندوق للزبالة، وشايفين مش لازم تمسكوه بايديكم عشان التلوث والفيروسات وكده بقى. وقلت مش هختم الفيديو الا لما اقول لكم انا اتغديت بيه. اتغديت بسندوتش شاورما سوري، بجد السندوتش ده كان رائع، وانا بحب طبعا الشاورما اللحمه اكتر بكتير من الفراخ، بس بجد كانت حلوه جدا جدا، وكان سندوتش كبير. المطعم ده برضو موجود في كوفنتري، اسمه كينج شاورما، معروف جدا هناك، وانا انصحكم فيه بجد رائع. فيديو خفيف بسيط ظريف صغير. حبيت اديكم فكرة عن مدينة كوفنتري. يا ريت اللي وصل معايا لاخر الحلقة لايك وشير واشترك في القناة. شكرا.